اعتبارا من يوم غد الاثنين. الحديث عن هذا الموضوع معنا من الرياض الشيخ عايض القرني الداعية الإسلامي. الشيخ عايض، أهلا وسهلا بك إلى الرابعة، وكل عام وأنت بخير. قبل توجيه خادم الحرمين كان هناك جهود فردية من الشعب السعودي، كان هو أيضا جهود من بعض المنظمات السعودية. الآن كيف سيختلف الأمر والدعم بعد توجيه خادم الحرمين؟ اهلا وسهلا بكم يا اخ محمد، بالاخوه المشاهدين، وكل عام وانتم بخير وبركه الشهر علينا وعليكم. هذه الدعوه التي وجهها خادم الحرمين الشريفين لتبرعات شعبيه للشعب السوري المضطهد المجاهد البطل المكافح، من اجمل الاخبار عن الانفاق التي وصلت الى المسلمين فيما نقرا ونشاهد بالاستقراء عبر حتى التواصل الاجتماعي. انها دعوه جاءت في وقتها، ولهذا هي فرصتنا كأمة وكشعب، لأنها وجهت لشعبنا الشعب السعودي، وإن شاء الله سوف نري العالم غدا كشعب أن نبيض وجوه المسلمين بإذن الواحد الأحد. فهذا هي مراهنة على التسابق إلى الله سبحانه وتعالى، إلى جنات النعيم. ألا يستاهل الشعب السوري، الشعب العظيم، شعب البطولات، الذي يحارب أعتى وأخبث وأنجس نظام في العالم، النظام الباطني القرمطي المحارب للإسلام، وهو يتعرض هذا الشعب بصدور عارية للدبابات التي هربت من الجولان وسلمت الأرض لإسرائيل، ويتعرض للصواريخ وللقاذفات والطائرات تدك المدن والمساجد وتمزق القرآن والأطفال والعجائز والشيوخ. دعوة في الحقيقة أثرجت صدور المؤمنين. هذه فرحة مع فرحة رمضان، ولهذا الناس متهيئون عندنا في السعودية بما نرى بالتواصل والجوال والفيسبوك والتويتر على أن نقدم أروع صورة إن شاء الله، ونسطر ملحمة في البذل والعطاء غدا بإذن الواحد الأحد. وهذه جاءت في وقتها في رمضان وفي عبودية ولشعب أبي عظيم كريم، وهو الشعب السوري، شعب الشام، شعب البطولات. فبإذن الله تسمعون ويسمع العالم ما يسركم من هذا الشعب الأبي الماجد، الشعب السعودي. دكتور عايض، أيضا في الفترة الماضية كنا نسمع في المقابلات الميدانية التي تجري في سوريا نداء وشكوى من الشعب السوري جراء ما يجري، ومطالبة بالدعم خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تشهدها سوريا. كيف سينعكس هذا الدعم معنويا عليهم؟ هو على كل حال منذ أن أعلن الخبر البارحة وصل الشعب السوري وهو رفع للمعنويات، وفيها رسالة أخرى يقول للشعب السوري: أنت لست وحيدا في الميدان، معك الله قبل كل شيء، ثم معك إخوان في مشارق الأرض ومغاربها، خاصة بلاد الوحي ومنطلق الرسالة ومهد النبوة. من هنا لابد أن نتقدم الصفوف، لابد أن نري الإسلامي أنه بقي عندنا حياة، وبقي عندنا شمم، وبقي عندنا مروءة، وبقي عندنا أخوة. فهذه الدعوة صراحة سوف تنعكس على الشعب السوري، على المقاتلين هناك. هم مجاهدون في سبيل الله ضد نظام طاغوتي مستبد خارج عن الإسلام بإجماع العلماء. فهي رسالة تشجيع وتطمين، ولذلك ظهر الحمد لله من الشعب السوري الشكر، ونقر التواصل الاجتماعي وهم يثنون هذا ما، وهم لم يروا شيئا الآن، وسوف يرون غدا بإذن الله ما يبيض الوجه. الآن ينتظر منا العالم المواقف المعروفة التي فعلت مع الشعب الأفغاني، مع الشعب الفلسطيني، مع الشيشان، مع الصومال، مع غيرها من البلدان. شعب الشام هو من أقرب البلدان، وهو يسجل ملحمة تاريخية. وما سمعنا بشعب، هي الثورة السورية يا أخ محمد يقولون مثل الصلاة، تبدأ بالتكبير وتنتهي بالشهادة. هي ثورة حمراء لأن ضد نظام عميل وقاسي ومجرم، فلهذا دفعوا من الثمن ما لم تدفعه ثورة أبدا، هي ثورة العصر. فينبغي علينا إذا ما دفعنا الدماء والأرواح مع إخوان السوريين، فعلى الأقل ندفع من الأموال. إن المرأة التي تتخلى عن حلية غدا للشعب السوري تبرعا هي تراهن على حلي في جنات النعيم. أقول لأهل الشركات وأهل المؤسسات وأهل البنوك وأهل الأرصدة وأهل العقار والمال: غدا أروا الله من أنفسكم أنكم صادقون، أنكم مؤمنون، أنكم مسلمون. صدقوا بالرسالة، ترى هذا سوق، هذا سوم عظيم، هذه سابقية بإذن الله للأبرار من أمثال هذا الشعب الجليل، وهو شعب السعودية إن شاء الله. الشيخ الدكتور عايض القرني الداعي الإسلامي، شكرا جزيلا لك. أيضا في الرابعة ولكن بعد الفاصل.